بتفكر كتير، مشاكلك كترت، مش لاقي لها حل. لا، في حل. في حل لتفكيرك الزايد اللي عمل لك تدمير. ان شاء الله النهارده معانا الحل الامثل. بس قبل ما نبدا الفيديو، سبسكرايب للقناه، فعل زر الجرس، لايك، شير الفيديو، وصلي على النبي قبل ما تعمل ده كله. ويلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في قناتنا على اليوتيوب، قناه يوسف المصري. ان شاء الله معانا فيديو كويس جدا ليكم النهارده. معانا فيديو هيحل مشكله كل واحد بيفكر كتير ومش مش لاقي المشكله اللي هو يخلص من التفكير الزياده ده. مش لاقي مشكله انه يروق باله شويه، يروق دماغه شويه. النهارده معانا الفيديو ده ليك. بس قبل ما نبدا في الفيديو ونعمل فيه، لازم نصلي على حضره النبي صلى الله عليه وسلم، ونفعل نعمل سبسكرايب ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونعمل لايك ونشير الفيديو عشان الناس كلها تستفيد منه. والنهارده معايا افضل 6 طرق مش مع حد خالص يخلوا لك مشاكل التفكير الزائد. اول حاجه، ايه هو التفكير الزائد؟ التفكير الزائد ده اثره بيأثر سلبيا على صحتي النفسيه و حياتي المهنيه والعاطفيه. بيدمر لي شغلي، بيدمر لي حياتي كلها، حياتي في البيت، حياتي في الشغل، حياتي في اي حته بيدمرها لي. ليه؟ لان طول الوقت بفكر زياده، بفكر في امور زياده. انا النهارده جايب لك افضل 6 طرق لتغلب على التفكير الزياده، نخلص منه خالص. ان شاء الله هخلصه لك. معايا كمل الفيديو الاخر عشان تستفيد. اول حاجه، وهي الطريقه الاولى للتفكير وعشان اخلص من التفكير، وهي التأمل. فكلنا بنتأمل بطريقة. انا ليا طريقة خاصة للتأمل، وانت ليك طريقة خاصة للتأمل، وهي ليها طريقة خاصة للتأمل، وكلنا لينا طرق خاصة. بس انا معايا افضل 3 طرق للتأمل. والطريقة الاولى هي الاستماع لآيات الله تعالى. اسمع قرآن. سمعت قرآن، شلت، خدت شوية حسنات وشلت ذنوب من عندي، استريحت نفسيا وعصبيا. طب انا دلوقتي ده للناس المسلمين. او امسك افتح كتاب اقراه، او روايه مع كوبايه شاي بقى، كوبايه عصير، مشروب المفضل. طب تالت حاجه، اسمع الموسيقى، هشتت بيها عقلي، اضيع بيها كل اللي في بالي. دي اول طرق، وهي طريقه التامل. طب معايا ملحوظه هامه. انا الغرض من التامل هو ان افكر في امور غير اموري. طب انا دلوقتي بفكر في امور غير اموري، ما افكرش في مشكله ابن خالتي، ما افكرش في مشكله اخويا، لا، افكر في امور تضيع كل المشاكل اللي في دماغي، في امور كويسه. افكر انا بكره ان شاء الله انا هنزل وهيبقى في حاجه كويسه. افكر انا هعمل ايه ايجابي في حياتي، ما اعملش السلبي خالص. انا غلطت النهارده، ما غلطش بكره. لكن انا الغرض انا جاي انزلك الفيديو ده ليه؟ عشان اضيع لك التفكير خالص. نضيع التفكير. مش منزلين حاجه ولا بنفكر عشان ازود همي، لا، انا مش نازل ازود همي. انا منزل الفيديو ده عشان اشيل لك كل التفكير السلبي اللي في حياتك والتفكير الزياده اللي في حياتك. ومعانا تاني طريقه من التخلص من التفكير، انك تدون مذكراتك. فالورقه البيضاء هي اللي صدرها واسع، بتشيلك، بتسمعك بروح طيبه. كل ما تكتب انا النهارده نزلت شغلي، هكتب اللي انا عملته في شغلي. انا رحت الشغل، عملت شويه الحاجات دي، خلصتها. كده انا الورقه سمعتني وخلصت كل حاجه، مش هتعرضني الورقه. معانا تالت طريقه للتخلص من التفكير الزائد، وهي السعي وراء الهدف. انا دلوقتي كل واحد فينا بيسعى ورا هدف. انا بسعى ورا هدف، وانت بتسعى ورا هدف، وهي بتسعى ورا هدف. كلنا بنسعى ورا اهداف. انا لما بسعى ورا هدف بجبر علي ان هو يحقق الهدف ده. ورابع حاجه بتخلص من التفكير، وهي بذل المجهود. يعني انك مثلا تلعب رياضه، تنزل تتمشى كل يوم ساعه، امسك كتاب اقراه، ده برضه ببذل مجهود. خامس حاجه، وهي اني ابسط المواضيع، فما اكبرش اي موضوع. معايا مشكله اكبرها ليه؟ طب ما انا كل ما اكبرها مش هلاقي لها حل. لكن الانسان العاقل والحكيم هو اللي بيبسط المواضيع. انا المشكله قد كده، انا خليتها قد كده ليه؟ بعقلي الناجح والمتطور. انا دلوقتي احنا بقينا اذا تطور، كلنا الحمد لله متعلمين، كلنا بنفهم. انت راجل متعلم وانا بتعلم وده بيتعلم، كلنا بنتعلم في الحياه دي. انت الراجل الحكيم والعاقل. الناس العاقله هي اللي بتعرف تحل مشاكلها. مفيش انسان مش عاقل مفيش انسان عاقل ويقول لك انا مش لاقي حل لمشكلتي. لا، هتلاقي حل لمشكلتك،
بس اقعد افكر فيها بهدوء واستعين بالله، وان شاء الله هتلاقي ايه حل لمشكلتك. واخر حاجة واللي هننهي بيها الفيديو هي استبدال المشكلة بالحل. انا دلوقتي هستبدل مشكلتي بالحل ازاي؟ انا وزني زيادة دلوقتي، مقولش انا ايه انا وزني تخن اوي، طب انا وزني تخن، طب انا لا احل المشكلة اللي ازاي؟ لا احل المشكلة، لا انا وزني هنزله خلاص، وزني نزل، وزني بينزل خلاص، انا كده بحل خلاص، بدأت اعمل رجيم ونزلت وزني. طب مثلا انا اتخرجت من كلية ومش لاقي شغل، اروح اموت نفسي؟ اروح ارمي نفسي من اي حتة اسمه ده، اقطع ايدي؟ ولا اروح اقعد على القهوة زي الناس اللي مش كويسة والصايعة؟ لا، اروح اشتغل اكسب بالحلال، ما اسرقش واقول ده شغل، لا ده مش شغل، اروح اشتغل بالحلال. ان شاء الله لو هشتغل عامل نظافة بس اشتغلت، هي مش شغلانتي ومش بشهادتي، بس احمد ربنا لغايه ما الاقي، وهفضل اسعى وادور لغايه ما الاقي شغلانه ايه اللي هي بشهادتي، لان وربنا مش هيظلم حد، ربنا مش هيظلم حد. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا، وإن كنت استفدت بالفيديو سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس ولايك، ويعمل لايك وشير الفيديو عشان غيرك يستفاد. وفي نهاية الفيديو أرجو أن يكون الفيديو عجبكم، وما تنسناش في كومنت حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.